بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان لماذا سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو الخليفة الخامس الراشد، وأنه مسألة أن الخلفاء الراشدين أربعة دي مسألة خاطئة أصلا، بل كانت مسألة سياسية اعتباطية وفقا لمن ما هو موقفه السياسي من الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو من الدول الشيعية مثل الدولة البويهية وغيرها. لكن التقسيم الصحيح هو أن الخلفاء الراشدون خمسة وكلهم صحابة رضي الله عنهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وسيدنا الحسن لم يكن خليفة، وهذا سنفصله في سياق الحديث. وأحد الإخوة أرسل لي اقتراح جميل جدا، قال لي إن هذه الحلقات يجب أن تنشرها تحت عنوان الشيعة والأحاديث المكذوبة، لأنه اكتشفت، وهذا مش اكتشفت، هو أصلا كان في علماء اكتشفوا من قبل أن الشيعة وضعوا أحاديث كثيرة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم كجزء من الصراع السياسي، وستجدون أغلب هذه الأحاديث تخص سيدنا علي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وأمهما السيدة فاطمة الزهراء. فإذا حدثكم شخص وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي بن أبي طالب أو الحسن والحسين أو ابنتي فاطمة، فاسألوه، لا تنتقلوا، قولوا هل في القرآن ولا لا؟ هل قبل الإمام البخاري هذا الحديث أم لا؟ هل قبل الإمام مسلم هذا الحديث أم لا؟ ده ورد في صحيح مسلم أم لا؟ ده مسألة أساسية، إياكم أن تتجاوزوها، إياكم أن تتجاوزوها، وإلا بلادنا تهدم والله. والإمام البخاري والإمام مسلم لما وضع الكتابيهما الصحيحين لم يفعل ذلك اعتباطا، بل لإنقاذ العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، وإحنا بنشاهد إيران اليوم ماذا تفعل. لكن قبل أن ننطلق في مسألة أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان هو الخليفة الخامس الراشد، نقول طبعا بعض الإخوة، أنا عملت من قبل عن الحديث المكذوب الذي ألصقه واحد شيعي اسمه سعيد بن جمهان، وراه وحيد يعني، ألصقه بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الخلفاء أربعة. فبعض الإخوة قالوا لا، أنت لم تنتبه إلى مسألة مهمة، أنه هو بيقول الخلافة النبوة 30 سنة، وإذا حسبنا فعلا خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن هنجدها 30 سنة. طبعا هذا أمر مضحك. هو هذا الشخص الكذوب سعيد بن جمهان هذا وضع الحديث أو المعلومات دي بأثر رجعي، يعني أنا الآن سأفبرك لكم حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأثر رجعي، المعلومات كلها صحيحة. فأنا أقول قال صبر مشهور أن حدثني أحمد إبراهيم عن محمود فوزي عن إبراهيم كمال عن أحمد حسنين عن عمر بن الخطاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه بعد 1350 سنة سوف تنشب حرب كبيرة في أرض الروم، وسيكون السبب اللي يشعلها واحد اسمه حرف الهاء، وسيموت فيها 50 مليون، خلاها 50,000 عشان نستخدم ألفاظ ذلك الزمن، يعني 50 مليون إنسان، وأنه بعدها سوف يحكم العالم جزيرة بعيدة اللي هي أمريكا يعني، وسوف يسود اليهود ويحكمون العالم. طيب وحرف هاء اللي هو هتلر. المعلومات صحيحة. هل الرسول قال هذا؟ لا. فهمنا؟ فأنت لابد تنظر في السند ده متصل ولا مش متصل، وقصة أخرى يعني. فأنا وضحت حديث بأثر رجعي، كون المعلومات الواردة في الرواية في المضمون صحيحة، لا يعني إن هو، لأن هذا سعيد بن جمهان الذي يكذب هذا على الرسول والعياذ بالله، هو حسبها في دماغه كم هذا وكم هذا، وراح فبرك كذبة وضعها على لسان الرسول، وصار يعني تشاهد حاجة مأساة إن احنا بنسير كالغنم، نسحب كالغنم. شخص يكذب، حد يمكن يسمع عن سعيد بن جمهان؟ أبدا. طلع سيدنا معاوية من الخلفاء الراشدين، ما هو من الأمور العجيبة، وده يدل على الكارثة التي نعيشها. ناس ترسل لي ما رأيك في معاوية بن أبي سفيان، وهل مثلي له رأي في سيدنا معاوية بن أبي سفيان؟
هل نحن جميعا شيئا في حذاء سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الذي جاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان جنديا في جيش الرسول، وكان كاتب الوحي للرسول، واللي شارك في حروب الشام كلها، وفتح سواحل الشام، وفتح جنوب تركيا، وفتح قبرص، وسار الجيوش إلى شمال أفريقيا وإلى وسط آسيا. لنا ولا المشاء يعني أصلا عيب إن احنا نسأل حتى الشيخ ما رأيك في سيدنا معاوية بن أبي سفيان، لأنه من يكون هو هذا الشيخ أصلا حتى يتحدث عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أمير المؤمنين المظلوم المفترى عليه كذبا وظلما وعدوانا. وبعض الجهلة للأسف شنعوا وقالوا أول ملك في الإسلام. والله أخطأتم أخطأتم أخطأتم، انتهوا عن هذا. فالرجل حقن دماء المسلمين. وحتى ابن خلدون راجل بيفهم، دماغه كبيرة يعني، قال لا، اللي قرار سيدنا معاوية بن أبي سفيان إن ابنه بعده يزيد قرار صحيح، وهذا قرار صحيح. ما هو العراق، أهل العراق عملوا إيه؟ جعلوا سيدنا الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب. فأول من ابتدع إنه الحكم ينتقل من الأب للابن هم أهل العراق. فإذا كان هناك ملك فأول ملك هو الحسن بن علي بن أبي طالب، سيدنا الحسن، وليس يزيد بن معاوية، وهذا الموضوع سيأتي له. فإن الإخوة لا يجوز الاحتجاج برواية جرى وضعها بأثر إيه؟ رجعي. إنما لو أننا نحن الآن وجدنا في كتاب من 200 سنة من كتب السنة قول مرسل ليس له أي سند للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه بعد كذا سوف تحدث في أرض الروم اللي هي أوروبا يعني معركة بين كذا وكذا، ونفس الكلام اللي أنا قلته، ثم هذا حدث، فنقول فعلا هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن ضاع سنده وإن ضاع إسناده. احنا بنشاهد، أنا صحفي، والصحفي بيعمل في مهنة خاصة بعلماء الحديث اللي هي الجرح والتعديل. في علماء الحديث يسمونهم الرواه، في الصحافة يسمون عندنا المصادر، وده برضو من تحريف اللغة العربية، لأن المصادر هم في الأساس رواه. أنت تجد تاخد صحيفة الواشنطن بوست وتقول عندنا مصادر تقول كذا كذا، ده قول مرسل، وبعد ذلك يتضح أن قول الصحيفة حقيقة، يعني رواتها صادقين يعني. طيب تعالوا نرى أنه المسألة يا جماعة سياسية بحتة. أنتوا حضرتك لما اللي يرجع منكم لهذه الرواية المكذوبة عن الرسول أن الخلفاء الراشدين 4 إلى آخره، هيجد أنه طبعا البخاري رفضها ومسلم رفضها والإمام الترمذي قال هذا حديث ضعيف. النص نفسه غلط، وهو بيقول أنا بضع هذه الرواية لهدف سياسي، أنا أكره الدولة وأريد إسقاط الدولة الأموية. وبعد ذلك المدونين من يكتبون هذه الروايات على أنها حديث. طيب هنا الحديث ده في الترمذي 2226، حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا حجر بن نباتة عن سعيد بن جمهان. وده الحديث قاعد يلف حول سعيد بن جمهان، والبخاري قال سعيد بن جمهان ده لا يؤخذ منه، وده راجل بيروي أعاجيب، وأنا قلت ذلك في الحلقة السابقة. قال حدثني سفينة يقول إن هو صحابي، إن هو كان خادم للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أرجو من حضراتكم، يعني أنا والله مشغول في أمور كثيرة، هل سفينة صحابي فعلا أم لا؟ الدكتور طه الدليمي له محاضرة على اليوتيوب بيتحدث في هذا الأمر، لكن أنا عاوز أي حد متفرغ من حضراتكم يمسك كتب الحديث كلها ويشوف كل الأحاديث التي وردت عن سفينة. هل سفينة ده شارك في حروب الردة؟ هل شارك في فتح مكة؟ هل شارك في فتوح الشام؟ شارك في فتوح العراق؟ يعني الراجل ده كان موجود فعلا على مسرح الأحداث أم لا؟ فلا نقول إن سفينة شخص وهمي، لا، هو شخص حقيقي فعلا، وله أولاده كانوا معروفين وكذا. ولكن هل التقى الرسول؟ هل روى عن الرسول؟ هي دي المسألة. أين كان في حروب الردة؟ أين يعني ما هو تاريخه يعني؟ هل في صحابي آخر تحدث عليه وقال كنت مع سفينة وحصل كذا وكذا؟ أنت فاهم؟ يعني أنا لما أجي أنا صبر مشهور أقول أنا كنت أعمل مستشار للرئيس مرسي رحمه الله، أنا أزعم هذا، ممكن أكون صادق وممكن أكون كاذب، لكن هل باقي المستشارين والوزراء قالوا أيوة فعلا احنا ذهبنا لرئيس مرسي وجدنا صبر عنده أو كذا؟ فهمنا؟ طيب شوفوا هو سعيد بن جمهان يقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة، الرسول لم يقل هذا وحاشاه يعني، هم ملك
بعد ذلك. يعني هو عاوز يطلع الأمويين، وبعدين هو بيكمل نفسه بيقول إيه؟ ثم قال لي سفينة أمسك، يعني تعالى نعد يعني خلافة أبو بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم قال لي أمسك خلافة علي فوجدناها 30 سنة. يعني إيه؟ هم حسبوا 30، يقول له الكلام ده عشان تصدق إنه الرسول قاله تعالى نعد، فوجدناها 30 سنة. طبعا هم حضراتهم لم يكن معهم آلة حاسبة، لكن الآن اكتشفنا أن الخلافة بتاعت الخلفاء الأربعة ليست 30 سنة، 29 سنة ونصف. فالرواية غلط يا سيدي، ولا تزعل نفسك، ليست 30 سنة، ففي 6 شهور ناقصين. فيعمل ايه بعض المشايخ؟ عاوزين يكملوا يجبروا 30 سنة، فأدخلوا الحسن بن علي، علما أن الحسن بن علي رضي الله عنه الرسول توفى وعمره 7 سنوات، يعني من صغار الصحابة أو من التابعين. وطلع معاه ابن أبي سفيان اللي هو صحابي وأخذ عن الرسول، حاجة عجيبة. ثم هيكمل ويقول إيه؟ قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال كذبوا، بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك. يعني إن بني أمية ليسوا خلفاء للرسول. فهو واضح ان هو بيقول انا دول اشر الملوك، دول شياطين. فاذا واحد معارض جدا يعني للدولة الاموية. طيب ده الرواية واضحة جدا، ده اللي ما بيشوفش يشوفها. ثم يكمل ايه بقى كي نفهم؟ في العهد الاموي كانوا الخلفاء يعني المعتمدين 3، ابو بكر وعمر وعثمان. أما سيدنا علي في العهد الأموي فلم يكن يعتبر خليفة، لا راشد ولا غير راشد، لما هم الأمويين حاربوه أصلا. يعني سيدنا معاوية بن أبي سفيان حاربه، فهو لا يعترف بسيدنا علي خليفة أصلا، ولا سيدنا عمرو بن العاص ولا سعد بن أبي وقاص ولا أبو موسى الأشعري إلى آخر ما هنالك، لم يعترفوا بخلافة سيدنا علي. طيب لما سقطت الدولة الأموية، المعارضة الدولة الأموية هم مين؟ هم اللي بيأيدوا سيدنا علي، فأسقطوها. لما أسقطوها هنا اعتبر سيدنا علي خليفة راشد رابع. في محدثين في ذلك الوقت قالوا لا، هو ليس خليفة راشد رابع، لأن المسلمين لم يتفقوا عليه، إنه في معاوية وعمرو بن العاص وأهل الشام وسعد بن أبي وقاص وغيرهم ممن لم يطعه ولم يلتحق بجيشه، فهؤلاء لم يقول له سمعا وطاعة يعني، وذو صحابة يعني. فإذا هو ليس خليفة رابع. فالإمام أحمد بن حنبل دخل معهم في مشاكل، هو الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب، ولم يدخل معاوية. خلي بالكم، ولذلك هتجد اللي برضه الحديث ده متكرر فين؟ هذه الرواية عند الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، لكن الصواب أنه يدخل معاوية. لماذا؟ لأن سيدنا معاوية أيضا صحابي ويؤخذ منه الدين. يعني أنا أصلي خلف سيدنا معاوية واقول، فانا لماذا اقول والله انا اصلي هكذا خلف سيدنا معاويه؟ لانه سيدنا معاويه صلى خلف الرسول. فالدين يؤخذ من معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، ويؤخذ من علي بن ابي طالب رضي الله عنهما، لان كلاهما صحابيين شاهد الرسول وصلوا خلفه وصاموا خلفه وساروا في الجيوش معه وسافروا معه. فهمنا؟ طيب الدولة العباسية ما مصلحتها الحكومة القائمة؟ لانه للاسف انا وجدت المشايخ باستثناء الدكتور بشار عواد معروف، اكتب على يوتيوب الدكتور بشار عواد معروف، هو الوحيد اللي بيقترب من الجانب السياسي. هي علاقة الرواه دول ما هي علاقتهم بالأحداث والصراعات السياسية؟ لأنه هتجد التزوير والتلفيق على الرسول صلى الله عليه وسلم كثير في باب فضائل الصحابة. أول ما تخش على سيدنا علي وعلى سيدنا الحسن والحسين والسيدة فاطمة الزهراء تجد يبدأ الكذب يزداد أو يقل، إن دي مواقف، دي معارك كانت بتدور وسيوف ورواية كهذه. إذا أنت صدقت أن الرسول قال هذا، إذن وأن بني أمية شر الملوك، إذن لابد تحمل السلاح وتروح تقتل في الجيش الأموي وتهدم الدولة الأموية. وإذا أنت لم تؤمن بهذه الرواية فخلاص الدولة الأموية على حق، وأنت يجب أن تسمع وتطيع لها. يعني الروايات اللي احنا بننظر لها الآن في جو بارد تحت التكييف وقاعدين ننظر لها على أثر لا، هذه الروايات كانت جزء من حسم الصراع بالسيف والسلاح، فكان جزء منها ان احنا نحتاج. القرآن الكريم غير قابل للتحريف،
القرآن من الجلدة للجلدة غير قابل للتحريف. فيش واحد يقدر يزود آية كلمة في القرآن، حرف في القرآن. تقدرش تنطق حرف غلط. إذا قلت إذا جاء نصر الله والفتح، هتلاقي كل الناس بتشتمي في تعليقات تقول لك إيه جاء دي؟ اسمها جاء. روح اتعلم. وتلاقي الناس يكتبوا لي التعليقات يقول لي حتى أنت لم تنطقها بشكل صحيح. يعني تخيل الحرف كيف ينطق في القرآن. فسبحان الله في القرآن الكريم، يعني الكتاب الذي ينطق بشكل صحيح، فلا مجال للتلاعب في القرآن. فهم لما عاوزين يتلاعبوا بيحاربوا وكذا، مش عارفين يجدوا حاجة في القرآن تسندهم على اللي بيعملوه، فيبدأوا يلفقوا أحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا علي أفضل، إن سيدنا كذا وهكذا. فلذلك أنا أقول البخاري ومسلم والكتب الستة دي مسألة مهمة يا جماعة. خارج ذلك، خارج الكتب الستة ابعد. خلاص؟ طيب وفي نفس الوقت ماذا الذي يجعلنا نقول سيدنا معاوية بن أبي سفيان خليفة خامس راشد؟ هو الحديث الوارد في صحيح البخاري اللي هم رافضين يذكروه على المنابر، رافضين يذكروه على اليوتيوب، لأنه بصراحة أمريكا مكلفة دول الخليج تنفق أموال ضخمة على إدخال أحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتروج لها زي الخلافة 30 سنة، وتطمس الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم. هذه الحقيقة المرة، لأن هذه الأحاديث تستخدم الآن إيران وميليشياتها الشيعية هنا وهنا بتستخدمها. فتجد مشايخ عاملين كده ويطلع يقول لك أنا سلفي وبتاع، وهو شغال يقرأ نصوص شيعية بحتة، غير أنه لا يقول أنه شيعي، وربما هو لا يدري. طيب شوفوا حديث الإمام مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم 1821 عن جابر بن السند، وبعدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا قويا إلى 12 خليفة. لو احنا حسبنا الخلفاء هنجد آخرهم الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. فداخل مين؟ فداخل فيهم سيدنا معاوية بن أبي سفيان. لما عملت أنا شجرة النسب في حلقة سابقة أنا قفزت على بعض الأسماء، فبعض الناس قالوا لي لماذا يعني قفزت، وأنا أخطأت إن أنا موضح. بعض الأسماء لم تصبح خليفة فعلا. يعني معاوية الثاني، سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الخليفة الخامس، يزيد ابنه الخليفة السادس، في معاوية يعقوب ابن معاوية الثاني، ده حكم 20 يوم وتنازل، فلا نعتبره خليفة. يعني جاء مروان بن الحكم، لم يبايع، يعني ناس بايعوه بالخلافة وناس لم يبايعوه، ناس بايعت عبد الله بن الزبير، فلا نستطيع أن نقول أنه خليفة. عبد الملك بن مروان كان خليفة. فهمنا ليه أنا استبعدت ناس، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هنا النص واضح. يعني طبعا في ناس تقول لا الخلفاء دول هي آخر الزمان. لا يا حبيبي، بأين هذا الكلام؟ ما في، الرسول لا يزال الإسلام عزيزا. اللي دخل هذا الفهم الخاطئ أنه للأسف طبعا البخاري ومسلم ما عندهمش الكلام ده، بس الأربعة التانية بدأوا يكتبوا كتاب المهدي ويحط الحديث ده ضمن كتاب المهدي، ومفيش حاجة اسمها المهدي. دي عقيدة المهدي عقيدة أدخلها عبد الله بن سبأ اللي هو اليهودي الذي أسلم وقاد الانقلاب على سيدنا عثمان، وهو اللي دخل عقيدة المهدي. وسأخصص حلقة أخرى على أنه الدليل على أن عبد الله بن سبأ هو الذي أدخل هذه العقيدة عند المسلمين، وهي جزء من الصراع على الحكم أيضا. طب فاحنا إذا هذا الحديث ينطبق عليه أنه سيدنا معاوية هو من ضمن الخلفاء الراشدين. سيدنا معاوية رضي الله عنه، أنا بقول ليه 5 خلفاء راشدين؟ لأن هم كلهم صحابة يؤخذ منهم دين. يعني لما سيدنا معاوية يقول لك كيف تصلي، كيف تفطر، هذا حلال هذا حرام، الراجل ده عايش الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب عايش الرسول، فاحنا نأخذ منه دين، وأبو بكر وعمر وعثمان. من جاءوا بعد ذلك هؤلاء ما عايشوا الرسول. هل سيدنا الحسين عايش شاهد الرسول وهو يفعل؟ لا، الرسول توفى وسيدنا الحسين عمره 4 سنوات فكان طفل. فسيدنا الحسين يقول تعلمت من أبي علي بن أبي طالب الذي تعلم من الرسول. سيدنا الحسين من أستاذه سيدنا علي، وسيدنا علي أستاذه من الرسول، لكن سيدنا معاوية من أستاذه الرسول مباشرة. فهمنا؟ فاحنا بناخذ ديننا منين؟ السنة العملية، الصلاة والصوم وهكذا، من الصحابة. من الأخطاء الشائعة الناس تقول مثلا أن سيدنا أبو هريرة صحابي الجليل هو أكثر من روى عن الرسول، غير صحيح.
أكثر من روى عن الرسول أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عمرو بن العاص، سعد بن أبي وقاص إلى آخره. الناس بتمسك الورقة والقلم وتكتب تحسب، قال علي كم حديث، وقال عمر كم حديث، وقال أبو بكر كم حديث، وقال أبو هريرة كم حديث. غلط. لأن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني عاش في الإسلام وهو مسلم 37 سنة، 37 سنة وهو يؤم الناس في الصلاة 5 صلوات، وهو قائد جيش، وهو يقضي بينهم ويفصل بينهم ويعلمهم الصيام ويعلمهم كذا. يعني في أجيال تربت على يد سيدنا عمرو بن العاص في مصر وفي الأماكن التي قاد فيها الجيوش. فهو في 37 سنة كان يعلمهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده تعليم عملي. فهمنا القصة؟ فالصحابة الكبار هم أكثر ناس علموا سنة الرسول ونشروها اللي احنا بنسير عليها حتى الآن. لكن الخلافة 30 سنة أو 40 سنة هذا قول، يعني ما ليس ممارسة، ليس صلاة، مش مسألة عملية. طيب تعالوا نكمل. هنا بنأتي إلى مسلم الإمام أحمد بن حنبل. غالبية الروايات الشيعية التي يحتج بها علينا هي موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل. لماذا؟ والشيعي يقول لك لا عندكم في البخاري، لا في مسلم، لا في الكتب الأربعة الأخرى، احنا عندنا 6 كتب سنة. يقول لك لا عندك في مسند الإمام أحمد بن حنبل. طيب مسند الإمام أحمد بن حنبل لا يصح أبدا أن أحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موجود في مسند الإمام أحمد بن حنبل. ليس تنقيصا من شأن الإمام أحمد بن حنبل، هو إذا هو على طول بيستخدم اسم الإمام أحمد بن حنبل في إرهابنا فلا عيب، دي ليس فيها أمانة علمية. لماذا؟ الإمام أحمد بن حنبل عمل كتابه اسمه إيه؟ اسمه المسند، ولم يقل المسند الصحيح، يعني صح أو خطأ. فهو جمع كل الروايات المسندة للرسول أو المنسوبة للرسول بسند صحيح. يعني إيه؟ عشان نبسط المسألة يا جماعة، لأنه غالبية الروايات الشيعية بتستند إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل. والسؤال لماذا المذهب الحنبلي لم ينتشر في العالم الإسلامي إلا مع في ال200 سنة الأخيرة مع الوهابية ومع الإنجليز، وفتحت لهم مساجد إلى آخر ما هو، وكله بقى هذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد، هذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد. فالإمام أحمد مات توفي ولم يتم كتابه أصلا. يعني كتابه ده مسودات تجميع، كان بيجمع معلومات زي ما تحضر رسالة دكتوراه فبتقعد تجمع لسه يعني، وبعد كده تفرز، ومات والكتاب غير مكتمل يعني. فربما لو أمد الله في عمره لاختلفت النسخة. لكن وهو الراجل كان قال يا جماعة أنا متساهل، وأي حد بيتأكد إن هو فعلا السند متصل بأجوز الرواية. الإمام أحمد بن حنبل عمل حاجة عشان نفهمها، ودي بقول بقى هنا البعض بينقل على مسلم الإمام أحمد بن حنبل بجهل أو عن خيانة، لكن هو المشكلة ليست في الإمام أحمد بن حنبل، المشكلة فينا احنا هنفترض الآن عشان نقرب الصورة للأذهان، يعني هنفترض إن الرئيس مرسي هو الرسول، والرسول بيقابله ناس، خلاص كده؟ طيب، أو الرواه، يعني ما هو الراوي بقى ده موضوع متحرك يعني. الرسول بيقابل الرئيس مرسي قابل مين؟ قابل السيسي، قابل صبحي، قابل زيد، قابل الرقاصة فلانة، وقابل، ما هو رئيس دولة يعني، فبيقابل أمة لا إله إلا الله، وبيقابل اليهود وبيقابل المسيحيين وبيقابل كل وتجار يعني بيقابلوا كل الأشكال والملل والنحل يعني. فالإمام أحمد بن حنبل ماذا فعل؟ هو جمع كل من قال يعني النهارده السيسي قابل الرئيس مرسي، فطلع الصحفيين اسألوه، هو ده اللي عمله الإمام أحمد بن حنبل اللي احنا بنعمله كصحافة النهارده. وأنا أقول أنا أفهم في الجرح والتعديل. أنا قعدت طبعا أسمع المحاضرات بتاع المشايخ بتوع علم الحديث، فاكتشفت إن هي دي مهنتنا أصلا احنا كصحافة. هم يسمونهم الرواة، نحن نسموهم المصادر. وأنا مارست العمل ده، إنه متى أصدق وإن ده ثقة وممكن لا أصدقه، وهذا كذوب وأصدقه، وهذا ضعيف وأخذ منه. وزي يقول البخاري أخذ من ضعيف. أيوة، ما أنا عملت كده في حاجات كثيرة يعني، ممكن أخص لكم حلقة يعني. إن ده أنا أمور الشعر أكثر يعني، شوف أنا أمارسها من كام سنة. طيب المهم دي صنعة، وليت يدرس في كليات الإعلام علم الجرح والتعديل. طيب إيه اللي حصل يا جماعة؟
بيطلع السيسي بعد اللقاء يقول أنا قابلت الرئيس مرسي وقال كذا كذا كذا، أو الرئيس مرسي مات، فيأتوا الصحفيون أو واحد هيكتب تاريخ الرئيس مرسي، فلا بد يسأل، فبيسأل أي واحد قابل الرئيس مرسي بيسأله ماذا قال لك؟ فالسيسي يقول أنا لما قابلته قلت كذا وكذا 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 وكذا، فيكون في حديثه صدق وفي حديثه كذب وفي حديثه اختلاق وفي حديثه حد إلى آخر ما هنالك. فيأتي البخاري يأخذ الجزئية يرى أن هذه صحيحة أو صادقة ثم يستبعدها. طب لما نيجي احنا في علم الرجال نقول ايه على السيسي؟ كذوب، ده قتل وعمل وكذا. الإمام أحمد بن حنبل عمل ايه؟ هل السيسي قابل الرئيس مرسي؟ نعم. هل دار حوار بينهما؟ نعم. هل عاصرهما؟ نعم. فبيكتب قال السيسي قابلت الرئيس مرسي وقال لي كذا وكذا، فهو بيتأكد ان الراوي ده قابل هذا الراوي، قابل هذا الراوي، قابل الصحابي، قابل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكتب. لكن مضمون المقابلة صح أم خطأ أحمد بن حنبل لا يحكم عليه. أقول لك أنا قلت السيسي قال إيه من أولها لآخرها، الجزء إن هو المكذوب الجزء إنه صحيح هو ما حكم. طيب وأيضا أحمد بن حنبل رضي الله عنه لم يقل هو السيسي صح ولا غلط، قال لك أنا تركت الناس تحت ستر الله تعالى. طبعا ده كان في بدايات، لأن أحمد بن حنبل من المتقدمين. فالبخاري قال لا احنا لابد نعمل غربلة، فبدأ البخاري رضي الله عنه الإمام البخاري يغربل الأجزاء الصحيحة الأجزاء الكذا، وجاء مسلم يقوم بغربلة، والكتب الأربعة الستة تقوم على هذه الأساس الغربلة، لأنه الحديث كانت مجموعة قبلهم ومدونة قبلهم. فهمنا القصة؟ فاللي يروح ياخد على طول بعد 1000 سنة. قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الإمام أحمد بن حنبل أن السيسي قابل الرئيس مرسي، ومرسي قال له أنا سرقت 20 مليار دولار. ويجي واحد هو أصلا بعد 20,000 سنة ما يعرفوش مين السيسي ولا مين حصل انقلاب ولا كذا. أحمد بن حنبل لو كان بيكتب ده بيكتب في العهد، فناس عايشة وعارفة هو بيتكلم عن فلان وفلان، دول ناس معايشين ويرون بعضهم البعض، وده بتحدث في فيديوهاتي. ما هنقول أحمد موسى عمل كذا، لكن بعد 1000 سنة لو واحد مسك الفيديو بتاعي ده هو ما يعرفش مين أحمد موسى أصلا احنا بنتكلم عليه، ولا مصطفى بكر، ولا الأسماء اللي احنا بنشوفها، يعني معروف أننا نحن الآن. فهمنا؟ فأدي القصة. طيب احنا بنأتي إلى الجرح والتعديل. علماء الحديث طبعا تنبهوا لهذه المشكلة فعملوا علم الجرح والتعديل، إنه هنبدأ بقى نفحص الناس اللي بتلصق أقوال بالرسول، هل قبلوه قبلوا، هل صادقين ولا لا، مواقفهم ايه، تواريخهم ايه، موقفهم من الصراع السياسي الى اخره. لذلك اي روايه في مسند الامام احمد لابد تعرضها فورا على الجرح والتعديل. الناس دي بيصدقوا ايه، بيكذبوا في ايه، بيعملوا في ايه كذا. البخاري عمل خلاص، ما البخاري عملها. البخاري الراجل كتر خيره يشكر، هو قام بالغربله، والامام مسلم قام بالغربله، وبعد ذلك النسائي في النسائي الصغرى قام بالغربله، والترمذي أيضا قام بالغربلة. يعني ما أقول حديث حسن يعني ضعيف، حسن صحيح يعني صحيح، وهذا ما قاله الدكتور بشار عواد محقق الكتاب بتاع الترمذي. فهمنا القصة؟ فإحنا لما نأخذ بالأحاديث التي تأكد الشيخان البخاري ومسلم من صحتها، فورا هنجد أن الخلفاء الراشدون ليسوا 4 بل هم 5. وإحنا وقفنا عند سيدنا معاوية لأنه يؤخذ منه الدين، هو صحابي، فالخلافة الصحابة هي 5. خلافة الصحابة 5 كلهم صحابة، بداية من أبو بكر إلى سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. بعد ذلك تبدأ خلافة التابعين. عمر بن عبد العزيز، وأنا تناولته من قبل أن طبعا أيضا اخترعوا أن عمر بن عبد العزيز 5 الخلفاء، دي واحد كذوب، ودي موجودة في الترمذي أو في أبو داود، فتاني نسيت والله. وقال إنه أبو سفيان الثوري قال إنه 5 الخلفاء عمر بن عبد العزيز، وتقريبا الترمذي كاتب في الهامش انه اصلا هذا الراجل مجهول او ضعيف، شيء من هذا القبيل. يعني ما هو المكتوب ده كان قول شفهي، يعني يعني انقضوه، اعملوا زي ابن خلدون. يعني ارجو مشاهدينا ان تكون الصوره قد وضحت. وفي الختام هنا الحلقه السابقه اللي عملتها عن سند هذا الحديث المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم اللي وضعه الشيعة لاسباب سياسيه معارضتهم للدوله الامويه. ارجو الاستماع للحلقه لان دي حلقه مكمله يعني. وهنا في فيديوهات على اليوتيوب ارجو مشاهدتها، اسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، وايضا قناه على التليجرام ارجو منكم الاشتراك فيها. هنا قائمه الفيديوهات الوثائقيه والتاريخيه ارجو ان تشاهدوها لاهميتها في مجال التاريخ، ارجو منكم الاشتراك في القناه بالضغط على هذا الزر. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.